ماتش يا جماعه النهارده الترجي والاهلي، انا شايف نتيجه كويسه للنادي الاهلي، بس برضو هي كويسه بس تقلق برضو، يعني ان الاهلي لازم برضو ما يحطش بقى في دماغه اللي خلاص اخذ البطوله واحنا خلاص احنا بطل دوري ابطال افريقيا خلاص السنه دي. لا، مفيش الكلام ده يا جماعه. لسه في ماتش تاني هنا. الترجي يا جماعه بيلعب بره ارضه كويس جدا. المدرب بتاع الترجي زي ما قلت قبل كده مدرب ما عندوش النزعه الهجوميه، بيلعب دفاع. انت هنا انت شفت الماتش بتاع الاهلي والترجي في رادس، بيلعب في نص ملعبه وبيلعب على الهجمه المرتده قدام الاهلي في وسط جمهوره في ملعبه. هنا بقى يحط لك ال 11 لعيب قدام منطقه الجزاء، فالاهلي لازم يخطف جون من اول الماتش عشان الترجي يفتح خطوطه، تقدر تحط التاني والتالت. طبعا الترجي خلي بالك فنيا اقل بكتير من النادي الاهلي، انا شايف الاهلي يستحق البطوله دي بصراحه. الترجي فنيا اقل من النادي الاهلي، فالاهلي لازم يخطف جون عشان طبعا الترجي هيلعب دفاع بحت بقى، وبص هيقرفك طول الماتش. هو عايز يوصل 0-0 يلعب ضربات جزاء او يخطف جون على هجمه مرتده. طبعا هو عنده لعيبه سريعه وبتنقل الهجمه بسرعه بره ارضه. شفت ماتش الترجي وصن داونز. صن داونز قاعد يهاجم يهاجم طول الماتش ويضيع جوان، هوب راح جات كره كده مرتده للترجي حط جون بيها وخلص الماتش على صن داونز ووصل النهائي. فاحنا مش عايزين نوصل للنقطه دي، فالاهلي لازم يخطف جون من اول الماتش. النهارده طبعا ضربه قويه جدا للنادي الاهلي طبعا باصابه علي معلول، ربنا يستر. هنشوف بقى الاصابه دي ايه الدنيا ايه هتبقى معاها، هيلعب الماتش جاي ولا لا. انا كنت شايف علي معلول ممكن يريح الماتش ده، يلعب اي لعيب تاني. انت كده اصلا هتدافع هناك كنت في الترجي هتدافع، فانت كنت ممكن تلعب باي لعيب وتسيب علي معلول في القاهره. احنا علي معلول انت محتاجه اكتر في القاهره اكتر ما كنت محتاجه في تونس، فانت كنت ممكن تريح علي معلول الماتش ده. انا مش عارف برضو بدا بعلي معلول ليه. جت اصابه طبعا، يعني ضربه جامده جدا للنادي الاهلي. طبعا علي معلول يعني كانت في القاهره يفرق كتير مع النادي الاهلي، بس الحمد لله ان شاء الله علي معلول ان شاء الله ان شاء الله تبقى اصابه بسيطه ويلعب الماتش الجاي طبعا في القاهره ان شاء الله. برضو نقطة كريم فؤاد. كريم فؤاد يا جماعة أنا قلت كريم فؤاد ليه كولر من زمان، قلت ليه كولر ما يجربش كريم فؤاد في الحتة الشمال. كريم فؤاد يا جماعة كان بيلعب في إنبي في الحتة الشمال، لعبها كتير وكان بيلعب كويس جدا في الحتة دي. فأنا كنت مستغرب كولر ليه ما يجربش كريم فؤاد في الحتة دي. فأنا يعني اتفاجئت اللي يلعب كريم فؤاد في ماتش نهائي ناحيه الشمال وهو اصلا كوره ما لعبش شمال قبل كده، كانت مفاجاه بالنسبه لي. بس انا شايف كريم فؤاد لعب ماتش كويس جدا النهارده، وانا شايفه اضافه كبيره في الحته الشمال. يعني كريم فؤاد جوكر يلعب من يمين ويلعب شمال. فان شاء الله يا جماعه بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله ياخد البطوله. انا شايف الاهلي مستحق البطوله دي، الاهلي فنيا اقوى بكتير من الترجي. برضو انا عايز اتكلم عن محمد هاني. محمد هاني انا شايف مستواه وحش جدا. محمد هاني ما بيكملش هجمه خالص مع الاهلي، الهجمه بتوصل عنده وتقف. يعني جت كام كره النهارده يعني المفروض يلعبها صح يرجع تاني تقطع منه. انا شايف محمد هاني مستواه وحش جدا. الاهلي مش عارف الاهلي ايه المدربين تيجي النادي الاهلي تلعب محمد هاني اساسي، انا مش عارف ليه بصراحه. يعني انا مش عارف ليه محمد هاني بيلعب اساسي في النادي الاهلي، ده برضه لغز محمد هاني في النادي الاهلي. ان شاء الله يا جماعه بكره الزمالك ياخد الكونفدراليه والاهلي ان شاء الله يوم السبت ياخد دوري ابطال افريقيا ان شاء الله، ونلعب في السوبر ان شاء الله، والاهلي ان شاء الله يعمل قضيه تاني ان شاء الله ونكسب الزمالك ان شاء الله. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه الكره مع الزنفولي على اليوتيوب يا جماعه. مستني طبعا الكومنتات بتاعتكم، وان شاء الله برضو قولوا لي برضو الماتش الجاي الاهلي هيعمل ايه مع الترجي. طبعا نتيجه توقعات النتيجه الماتش الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.